يا مساء الفل والورد والجمال عليكم حبايب قلبي. بصوا يا جماعه، انا جايب لكم ايه النهارده؟ ميتسوبيشي لانسر موديل 2007. العربيه دي في الامارات مترخصه اهي وماشيه وزي الفل، ما فيهاش اي مشاكل خالص. العربيه دي ما فيهاش حوادث خالص، يا دوبك بس رشه نظافه بالكامل. العربيه دي تنزل مصر على نظام المعاقين، يعني يكون معاك جواب وانزلك العربيه دي على نظام ذوي الهمم. العربيه بسم الله ما شاء الله حالتها نظيفه جدا 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 جدا. تعالوا كده اوريكم العربيه من قدام. صاحب العربيه دي مهتم بيها جدا ولسه مغير لها المساعدين والمقصات بتوعها. ده التابلو اهو. تعالوا كده ندورها. بس العربيه ماشيه كتير، بس صوت المكنه زي الفل. اسمعوا كده. ده سير عادي عايز يتغير. عربية ماشية 450 ألف كيلو، ودي المكنة الأصلية بتاعتها ما اتغيرتش. يعني هو مش مغير مكنة مثلا، لا مغيرش مكنة. دي المكنة بتاعت العربية الأصلية. طيب العربية دي أنزلها لك مصر على نظام ذوي الهمم بكام؟ ب190 ألف جنيه، شامل كل حاجة. شامل كل حاجة، تستلمها مني بره المينا ب190 ألف جنيه. لو عايزني اجيب لك العربية دي على مصر بشرط يكون معاك جواب معاقين، ابعت لي على الرقم اللي هتلاقيه موجود فوق الفيديو وانا انزل لك العربية دي على مصر. نتفرج تاني على العربية. دي شنطة العربية اهي، سيبكم من الحاجات اللي جواها دي. ادي العربية بسم الله ما شاء الله 10/10. 10/10، مفيهاش أي حاجة خالص، ولا خبطة ولا حاجة. واخدة رش نظافة حزام. بصوا الشنطة قفلت ازاي؟ مفيش بعد كده. وادي الناحية التانية اهي. عربية 10/10 والمكنة اهي. لو عايز العربية دي ابعت لي على الرقم اللي موجود حوالين الفيديو، هتلاقيه فوق بقى في الفيديو. ابعت لي على الواتساب او ابعت لي مسج على البرايفت وتعاقد معايا وانا انزلك العربية دي على مصر. نقول السعر تاني، 190 ألف جنيه شامل كل المصاريف. اسلمك العربية دي بره المينا.